درت لكم وصفه الخبز المنفوخ اللي يجي مقليل تستعملوه لجميع الساندويتشات. يجي بزاف سهل في التحضير تاعو وما يفدلكمش كامل الزيت، وعلى بالي كي تجربوه من اول استعمال راح يجيكم سهل. نبداو على بركه الله. لهنا عندي كاس حليب دافي ومغرف كبيره تاع خميره تاع الخبز ومغرف كبيره السكر كما راكم تشوفوا. نخلطهم شويه ونضيف لها مغرف صغيره ملح، نروح نضيف كاس الاولاني تاع الفارينه. انا لهنا استعملته بالبيتخان، تقدروا بيديكم، انا كنت مزروبه برك. راح الكاس الثاني تاع الفارينه حتى طميت كامل العجين، خلوها شويه تكون طريه، خلوها تريح حوالي نص ساعه. بعدها ما ريحت لي كما راكم تشوفوا، رحت قسمتهم دي بولات طوال هكذا كما راكم تشوفوا. انا لهنا الكميه خرجت لي حوالي 8 خبزات، انا درتهم شويه كبار، تقدروا ديروهم صغار تخرج لكم الكميه كبيره. كما راكم تشوفوا درتهم دي بولات صغار، قطعتهم كامل ورحت جبت طبسي درت فيه شويه حليب، وطبسي الاخر درت له جلجلان. من الاحسن الجلجلان يكون بيض ما يكونش محمص. كما راكم تشوفوا نغطس في الحليب ونروح نزيد نغطس في الجلجلان، نروح نكمل كامل كميه تاع الخبز كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ونغطيهم ونخليهم حوالي 10 دقائق يريحوا. هذا السر باش يخلي لكم الخبز تاعكم يجي منفوخ وما يجيش معجن. على بها نزيدو نخلوه يخمر للمره الثانيه. بعد ما خمروا لي حوالي 10 دقائق نروح نجيب الخبزه الاولانيه كما راكم تشوفوا، وبالحله نحلها على هذا الشكل كما راكم تشوفوا، على السمك يكون متوسط، ما يكون خشين ما يكون رقيق، هكذا باش كي تقلوهم ما يجوكمش معجنين من الداخل. بس لكم لا فيديو باش تعرفوا تشوفوا كيف راني نحل فيهم. هكذا نكمل كامل كميه تاع الخبز. من جهه اخرى نروح نوجد مقله ونضيف ليها نصف تاع الزيت كما راكم تشوفوا حتى للنصف. نروح نرمي الخبزه تاعي الاولى كما راكم تشوفوا راني بالمغرف ونضرب في الزيت كيما نقليو الخفاف، هكذا تجيكم سهله. نضربوا ونقلبوا الحبه من جهه حتى تحمر، والنار ما تنساوش تكون متوسطه، لا كانت قويه راح يشرب لكم الزيت. نكمل كامل الساندويتشات كما راكم تشوفوا هم لي كام طابولي. رحت درت البابي موشواح خليته يقطر وحتى برد لي. كيما بعد ما برد لي رحت استعملت انا واش كان عندي متواجد في الدار، وانتم ثاني تقدروا ديروا كما قلت لكم حتى الكاشير والفرماج ويجيكم بنين، وحتى تقدروا ديروه يجيكم حلو بالشيكولا ولا بالمعجون يجي بنين وخفيف وفارغ من الداخل كما راكم تشوفوا. كما راكم تشوفوا فتحتهم كامل جو فارغين من الداخل، ماشي كامل معجنين وما فيهمش كاع قطرات تاع زيت. كما راكم تشوفوا انا دفت فرماج الطون كما راكم تشوفوا، بطاطا مقليه كنت قطعتها بتيدي، ضفت شلاضه، وانتم لكم الاختيار ديروا واش حبيتوا. قلت لكم يا لو كان ديروا كاشير وفرماج راح يجيكم بنين. انا حبيت نجرب معكم برك الوصفه تاع الخبز المنفوخ كما راكم تشوفوا راهو داير حاله. ما تنسوش البنات دعموني بجام ولايكات، ولا عجبتكم الوصفه وجربتوها اكتبوا لي في لي كومونتير، راح نقرا كامل تعليقاتكم. انا كنا كملنا الوصفه تاع اليوم. هاي لك الخبز بعد ما قسمته جا بزاف طري. البنات ما تنسوش جربوا الوصفه. سلام.